هنا عنوان فيما يتعلق في جريدة الخبر، يقول: الجزائر تنذر المغرب، قايد صالح والعمامرة يجتمعان بقيادات بوليساريو. يعني ما دلالة هذا يا سي فيصل باختصار؟ هو ربما هناك تأزم على بعض الشيء، وهناك تصعيد من الطرفين، الطرف الجزائري والطرف المغربي، ورغم ان موضوع ملف الصحراء الغربيه الموضوع امام الامم المتحده، وموضوع يربط ربما المغرب والبوليساريو والجزائر في الطرف. طبعا الجزائر تساند البوليساريو منذ سنوات، ولكن ان يكون هناك انذار او تسجيل، او كما قالت الخبر لم ارى هذا الانذار يعني ورد بصفه رسميه لا من وزاره الدفاع ولا من وزاره الخارجيه. ربما هي قد تكون مناوره طبعا، لان الان دخلنا في واحد السياق في الجزائر هو التخويف، لان السلطه اصبحت تخوف الجزائريين من الارهاب ومن داعش، ومن حتى الامين العام لجبهه التحرير الوطني تعمر سعداني يقول ان داعش على الابواب، والتخويف من طرف المغرب، لان المغرب دائما عندما يكون هناك اوضاع ربما اقتصاديه وسياسيه صعبه تبدا نظريه التخويف يعني تطبق